الخضار سوتيه والبطاطس بيوريه من اهم الاطباق الجانبيه اللي بتتقدم جنب حاجات كتيره قوي. يلا نعملها. زيت زيتون يسخن، هنزل عليه مشروم فريش متقطع بس يدبل كده يا دوبك، يعني دقيقتين. هخليه على جنب. كوسه وجزر تقدروا تستخدموا الخضار اللي انتوا عايزينه. حطيت عليهم زيت زيتون، ملح وفلفل، وكمان بهارات بطاطس وفص ثوم، وهقلبهم كلهم مع بعض، وكمان رشه زعتر. المقادير كلها مكتوبه تحت. هنزلهم كلهم بالتتبيله بتاعتهم كده، ونار متوسطة، وهفضل اقلب فيهم تقريبا يعني 10 دقايق. انا بحبه بيقرش. اخر حاجة هنزل عليه المشروم اللي احنا عملناه في الاول. نيجي بقى للبطاطس بيوري. لا هسلق ولا هستنى، هستخدم على الجاهز. عندهم علب وعندهم ساشيه. استخدمت العلبة، عندهم 4 انواع. هفتح العلبة كده، فيها البطاطس المجففة والطعم وكمان الشوكة. وده اسرع اختراع هتستخدموه للبطاطس بيوري من على الجاهز. انا استخدمت بالزبدة والثوم، تقدروا تستخدموا بالطماطم والاعشاب او المصالة او بالسجق الاسكندراني. حطيت البطاطس المجففه وعليها الطعم، وهنزل عليها ميه 200 مللي زي ما مكتوب عندكم كده بالظبط. طبعا الميه بتغلي، وبعد كده هنقلبها كلها مع بعض زي ما انتم شايفين، ولا بتكلكع بقى ولا بتاخد وقت ولا اي حاجه خالص. هسيبها دقيقتين بس على جنب. سهله وسريعه ولا اي مجهود. شكرا على الجاهز ان انتوا وفرتوا علينا وقت. طبق من اطباق المطاعم يتعاكس من حلاوته وسهولته. احلى بطاطس بوريه هتجربوها من على الجاهز، وبدل الطعم 4 والخضار سوتيه زي بتاع المطاعم. وكمان شوفوا وصفه الاسكالوب عملتها مع اياد. بون ابيتسي.